السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. محمد رمضان يتجاهل أزمة ياسمين صبري بهذه الطريقة، دعونا نتعرف على التفاصيل. شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو لأغنيته الجديدة متجاهلا الأزمة الأخيرة مع الفنانة ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على انستجرام. وكان قد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن أزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد أن جمعهما سحور. وخلال الفيديو ظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي تبارك للفنان محمد رمضان على برنامجه الجديد مدفع رمضان، والذي يعرض خلال الشهر الكريم، حيث قالت له: مبروك يا ابني، وهو ما أغضب رمضان، ابنك ازاي انتي مجنونة. وكشف الفيديو إن الفنانة ياسمين صبري تركته فور سماعها تلك الجملة، وظهرت عليها علامات الضيق الشديدة. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انسحاب الفنانة ياسمين صبري من السحور بعد هذا الموقف بفترة، وقد انفعلت على المصورين قائلة: سيبوني في حالي. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.